المهدي الذي سيخرج، احنا ما نقولوش المنتظر، المهدي المنتظر ما نقولوهاش احنا كلمة المنتظر، هذا الوصف ليس شرعيا، ما عندناش كلمة المنتظر، ليست عندنا احنا أهل السنة، ما عندناش، لا يوجد حديث يقول فيه المهدي. المهدي لقب، اسمه كاسم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال اسمه كاسمي واسم أبي كاسم أبي، قرشي، قرشي، تسمى أنا ماكش من قريش ما تقول الناس أني المهدي أنايا، كلا تقولنا. ويوحي إليه الله تبارك وتعالى ما بين الركن، الركن وشكون هو الركن؟ الحجر الأسود ومقام إبراهيم، ما بين الركن والمقام هو موش عارف بلي مهدي، تم كي يكون في هذيك البلاصة في هذاك المكان يوحي إليه الله، يلهمه الله، ماشي وحي تاع القرآن وكذا، يلهمه الله بأنه هو المهدي فيبكي. ثم الآن هو هذاك المهدي دركا لا راه عايش دركا، والله ما على باله بلي المهدي، ثم حتى يكون في هذاك المكان يلهمه الله بأنه المهدي. والناس كي يكونوا يطوفوا ويشوفوه وكذا، الناس من كل مكان ربي يقذف في قلوبنا بلي هذا هو المهدي. يعني ما نقروها انا في الكتاب ولا في السبوره ولا نجيبوا دليل ولا نديروا له لاديان تاعو ولا نديروا له الجينات ولا والو ما كاين والو. ربي في قلبك يقذف لك هذاك هو المهدي. شو نتفقوا عليه باللي دوكا وكنوضوا في النهار، ها هي الشمس، ها هي ما تحتاج الى دليل، شغل كامل نتفقوا عليه هكذا ربي يقذفها في قلوبنا مره واحده. ليه هو لينا هذا المهدي مباشره كي يبدا يجهز، وشكون يجتمع عليه؟ يجتمع عليه صفوة خلق الله، الله يجعلنا منهم. يعني الناس النقاوة تاع الناس، النظاف تاع الناس يجتمعون على هذاك الإنسان من كل مكان، الناس تروح لعنده ويبدأ يجهز في وقت يقتتل فيه أميران في ذلك البلد، يقتتلون فيه على الحكم. هذاك المهدي يبدأ يجهز بعد ذلك باش هو الذي سيكون في ذلك البلد أميرا على المؤمنين، هو القائد. يبدأ يجهز في الجيش، بطبيعة الحال راح تكون دول منا ومنا قوية كما رانا الآن، نفس الأوصاف اللي رانا فيها الآن. ولذلك بعض الناس العلماء اللي يقولوا الآن أن المهدي قريب، احنا لا ندري هذا الأمر، هذه تنبؤات فقط. ولكن الآن وش يديروا؟ نفس السياسة العالمية وهي سياسة الهيمنة، أن دولة من الدول ماذا تقول؟ لازم نكسروه الآن قبل ما يرفض روحه، منع التسلح. بطبيعة الحال السياسة العالمية ولا لا؟ الآن يقول لك هذا ما نخلوش يرفض روحه، المسلمين لازم يهزوش بالراس، إذا سنرسل إليهم جيشا نقتلوهم نبيدهم باش ما يرفضوش بالراس. لما تجي هذاك الجيش هذاك يمشي ورايح لمكة من أجل إبادة المهدي ومن معه، يخسف الله بهم الأرض، تبلعهم الأرض، لأن جيش المهدي مازال ضعيف، مازال يتكون. ماذا يفعل؟ تبلعهم الأرض، يخسف الله بهم. كي يخسف بهم ربي عز وجل الأرض، الدول الأخرين كامل، كاين دول واحد أخرين أقوياء في هذاك الوقت يكونوا معناتها لا تدنا، واحد ما يزيد يدنا، يقول لك ها راحوا جيش واحد الدولة راحت باش تبيد المهدي، خسف بها الله الأرض. هذيك تمد فرصة، الخوف هذاك، تحذير هذاك يمد فرصة للمهدي أنه يجي يحضر ماذا؟ جيشا وقوة وعتادا، ويتقدم في الجيش تاعو مليح، ومن بعد باش يبدا يقاتل. تسمى المهدي ماهوش جاي هكذاك، تسمى راح يجي وراح تكون سنن الله، وانك لازم تخدم ولازم تطور ولازم تروح الامام وتكون عندك الايمان بالله، وماشي انتظار. نحن لا ننتظر احدا، ما نقولوش مهدي منتظر ونقعدوا ننتظر احدا، ما نستنوش المعجزات من السماء تاتينا. ولهذا شوف كاين سنه، اقرا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هيأ، كيف نظم، كيف أقام، كيف رتب، كيف بنى الشخصية الإسلامية، كيفاش بنى هذا وهذا 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 حتى تكون جيش وتكون قادة وتكونت أمة مراه. ومن بعد المهدي كيفاش نفس التاريخ الذي سيعيد نفسه. هذه السنة هذه لازم أنا وأنت نديروها الآن، لازم نمشوا بها تربية، نصفيو صفوفنا، نربيو ناس باش تتنقى الخيانة، يتنقى النفاق، يتنقى البخل، يتنقوا الناس الذين يحاربون دين الله من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كي تتنقى الأمور ونمشيو نقدروا نقولوا ب10 عباد، نقولوا رانا هنا ب10 عباد، ولكن كاين صفاء، كاين نقاوة، كاين كما نقولوا احنا قلب الحبة. أما ماشيين غثاء كغثاء السيل هكذا، وأننا نتكلموا وكذا والهراج والفوضى وكذا. الفوضى لا تبني شيئا يا إخواني الكرام، الفوضى لا ترسخ علما
والفوضى لا تبني أمة، والعاطفة وحدها ما تكفيش، والعلم الجاف ما يكفيش. ولذلك يجب علينا أن نمشي بماذا؟ بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نمشي بسنة هذيك اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم، تاريخ إسلامي نمشوا عليه. إبليس ما راحش يجي لك في يوم من الأيام يقول لك روح تشو تزني ما تروحش تصلي، تقول له لا استغفر الله وتوب لي، خلاص ما حبش، السلام عليكم. لا يبقاك يزيد يجيك من الجهه الاخرى، لا اقعدن. تسمى دير بالك انت لازم لك توجد نفسك وتوجد المقاومه التي هي طويله المدى مع ابليس. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن ابليس وهو يقول فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم. شوف كل التجارب، كل الاتجاهات، كل انواع الاغواء، من بين ايديهم، من ذاك يجيك من نفسك، من ذاك يجيك من زوجتك، من ذاك يجيك من اولادك، من ذاك يجيك من صاحبك، كل خطرانين يجيك، كل خطرانين يجيك. فلذلك الان هناك كاين طاقه راهي مفتوحه راح يدخل منها، لازم احنا نغلقوها، لازم احنا نكونوا على حرص. ولذلك الله عز وجل كل هذا التهيؤ والجاهزيه تاع الانسان باش ما يغويش ابليس كلها موجوده في القران، كلها. شوف ربي حتى في الشهوات اعطانا الحذر. الشهوه الانفجاريه اللي هي شهوه الفرج ما تقربهاش، خلي ليسونس بعيد عن النار، ممنوع الخلوه، ممنوع الملامسه، ممنوع السفر من غير محرم، ممنوع التبرج، ممنوع 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 ممنوع. هذوما كامل من اجل الزينه. بعد غلق عليك كاع البيبان. لو كنت تفتح باب راح الانسان، الا ثالثهما شيطان، غير تفتح الباب يدخل الشيطان. فالان احنا الله تبارك وتعالى في القران الكريم جعلنا الدواء، حبس ما تروحش يخطيك من جلساء السوء، احبس من هذا، احبس من هذا، احبس من هذا. كي نهانا عن السهر، نهانا عن جلساء السوء، هذا كامل. واحد ما يسهرش ما عندوش جلساء السوء معناتها ما يدروقيش. واحد عنده جلساء السوء يسهر معناتها هذا الانسان فطرته ماشي مليحه، مازال ما تفضحش برك، هذا ما كان معناتها وليدك ماهوش مليح، روح قبل ما يفوتوا القطار. اذا واش معناتها كاين ابواب راح نجوزوا عليها باش نروحوا للفساد. ولذلك قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، نقعد وبعقلي وندير الخطه وراني هنا قاعد. هو يضربها من 0 عام حتى 70 سنه ويموت، انا راني مخلوق للدنيا كامله، انا نعيش عشرات او مئات السنين، انا قاعد، انا هنا قاعد معك. نبداك من نهار تولد، غير تولد ننغزك تبدا تبكي، نقول لك انا هنا، انا ومولا دعوتك. غير يخرج الانسان من بطن امه يبكي لان الشيطان قد شاكه. الشيطان قال له وي يا فلان، هما يديروا في طمي نفسه، انا نقول لك واش يصرى، انا هنا، انا هو مولا دعوتك منا وروح. وانا كيما زدت اليوم، انا نهار تموت نكون معاك، انا اللي ما خليكش تقول لا اله الا الله، ولا اللي ندخلك جهنم. هذا هو ابليس، هذا هو العدو تاعنا. ولذلك ماذا فعل؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم. شوف استمراريه، المحاولات من عده اتجاهات، تفنن وتحايل في المكر والخداع، هذه كلها اغواءات، كلها طرق ابليسيه، كلها طرق ابليسيه. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عنده كتاب نفيس جميل جدا جدا جدا، هو تلبيس ابليس. يعني ما شاء الله هذا الكتاب هذا يوري كل الطرق كيف يلبس ابليس على من؟ على الناس، حتى على العابدين، حتى كيفاش يخليك تدخل بالصلاه لجهنم، كيفاش الصلاه تاعك كيفاش يعاود يستثمرها لك يدخلك بها لجهنم. هذا هو ابليس، هو سبب اولئك الذين تسعر بهم النار. تسعر بالنار بمن؟ بالسكران. تسعر النار بالعالم الذي تعلم العلم يقال عالم. تسعر الناس بالقارئ، قارئ القرآن الذي قرأ من أجل يقول قال قارئ، الذي تصدق من أجل أن يقول الناس هذا إنسان بخال فيه ما شاء الله ويده مش إليه، والإنسان الذي جاهد في سبيل الله حتى يقول الناس شجاع، حتى يقول هذه تاع إبليس. هذه كلها عبادات زاد لها إبليس غير حاجة واحدة، حتى يقول الناس، زاد لك غير هكذا واحد اللي روتوش ودخلك الجهنم. سما جا لقاك عابد انت تصلي ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، بعد 40 سنه نعاود نولي لك كي تكون راح تموت، غير تكمل انت حجيت واعتمرت والله يبارك ما شاء الله وتنور قلبك كذا، يدخل لك الله كاع الناس يشكرك ما شاء الله، كاع الناس يقولوا بلي انت من اعبد الناس، انت احسن واحد كامل، انت ما شاء الله، وكاع راهم يقولوا عليك باللي عابد. بعد انت يا انا ما شاء الله، انا عالم، الناس كاع يشكروني، كاع الناس يقولوا عليا باللي قوة في الاستحضار، قوة في العلم، قوة في كذا، حاجة كبيرة. خلاص دار لك
زاد لك واحد لابيس واحده اخرى تدخل بها جهنم. خلاك كيما راك ريح تعبد مش مشكل، تموت على لا اله الا الله ماهيش مشكل كاع، شحال ندخلك الجهنم، النار راح تشعل بك يقول لك. تسمى دير بالك بلي اغواءات ابليس متعدده. هو كي قال لاقعدن ولا اتينهم منا ومنا ومنا ومنا، دير في بالك بلي الامر مش سهل، الامر مش سهل، لازم اللجوء الى الله تبارك وتعالى. وشنو هو المال بالنسبه لك؟ مالك تاعك هل هو منا من الله؟ هل المال يعتبر منا من الله؟ ما نقدرش تعرف. فلذلك الان ربي صحح لنا المال، رؤيتنا للمال لازم تتصحح. رؤية المال الآن، المال تستطيع أن تفعل به أشياء كثيرة، تدخل به الجنة، تحسن به للناس، وتعيش به سعادة كبيرة، وتتمتع به في الحلال كما شئت، مش مشكلة. ونفس هذاك المال لازم تفهم شنو هو. هل هو مالك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشرح لنا دركا، هو يشرح، يقول ابن آدم مالي مالي، دراهمي تاوعي ثروتي، هذه قاعد توعية، أنا خدمتهم، أنا بنيتهم، أنا شريتهم، توعي. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى. هذا وش كاين؟ دراهمك نتايا، دراهمك انت وش عندك؟ شحال عندك؟ 500 مليار. ما عندكش 500 مليار، عندك واش كليت واش لبست، تبارك في الدنيا. الباقي شكون يدوهم؟ الورثه، يدوهم الورثه. تقدر تدي معك مالك. لو كنت تقدر تدي معك مالك نقول لك هذا الحديث احنا نبطلوه درك، نقول لك هذا الحديث هذا ماكش منه. لا لا لا. اذا الان مالك انت هو واش راك تاكل، واش راك تشرب، واش راك تلبس، الشيء اللي راك تصرف فيه الان، هذا هو ماكله وشراب الان، وتلبس وتقطع. هذا المال كامل هو تاعك انت. اما الباقي فهو والله لورثتك، والله لورثتك، سيرثه قوم اخرون. الوارث الحقيقي هو من؟ الله. الوارث الحقيقي هو الله. ولذلك ربي عز وجل حب فقط يذكرك، حب يذكرك. وهذا هو التذكير الذي يجعل الإنسان يندفع نحو الإنفاق. الإنفاق حاجة كبيرة، قلت أنا صرفت وتعبت وكذا، ناس راقدة منا، وبعدين نجي نحطهم له في يده، وبعدين نروح أنا نمدهم للناس. شو نمدهم هكذا ديراكت؟ ما ندي والو. سمانا ننفق هكذا، نعطي لهم الفقراء نوزع عليهم. سمانا 100 مليار نروح 2 ملاير ونص نرفدها زكاة، نمدها للفقراء، نعطي لهم هكذا يدوها يلقاوها خابزة. سما 2 ونص كاع يدوها في 100 مليار. انا كاع تعبت هذا التعب كاع وبعد يدوا لي. سما انت شفت كيفاش تفكر؟ صعيبه، لازم لها قوه ايمانيه كبيره. على ديك الصدقه برهان. واش دار الله عز وجل هنا؟ واش قالنا؟ قالنا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. معناتها الكلمه هذه يقول لك ماشي تاعك، خليتها عندك امانه هنايا، انا خليتها عندك. وتصور انت الان والله له المثل الاعلى، باش نعاونوا المنفق، نعاونوا الانسان البخيل يستخرج بخله من جسده من فؤاده، نعاونوه باش يقدر ينفق ويرتقي الى درجه الصحابه. هذاك الانسان اللي الان راهو يفكر كله مادي، لازم له يفهم ما معنى المال عندك انت الان. مستودع، انت عباره عن انسان صاحب، يعني عباره عن انسان امين على هذاك المال. ولذلك اتصور لو كان واحد يخلي عندك مبلغ من المال ويعيط لك في التليفون، يقول لك اسمع وجايك فلان نحي 10 ملايين اعطيهم له، حبيت نعاونوا في سبيل الله، نحي 10 ملايين، تقول له لا لا، ما تقدرش تقول له لا لا. قال لك هاك خلي عندك مليون ما نعطيلوش، ما تقدرش. ربي والله غير تاع ربي سبحانه وتعالى. ربي قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا هو الدواء، منه يبدا يداويك القران باش تقدر. انا قلت لك كان قادر ربي يقول لك انفق وخلاص، كلمه ما يزيدها لكش، ويعتبر امر من الله لازم تطبقوه درع عليك. وحب تفهم ما تفهمش، عندك الجنه وعندك النار، خير. بصح ربي يقنعنا، القران يرشدنا يرافقنا، يدخل لنا حتى في النفسيات، في اعماق النفسيه نتاعنا، ويعالجها شفاء لما في الصدور. ولذلك قال الله عز وجل مستخلف، ماشي تاعي ماشي تاعك، بصح انا اللي ميتو، مستخلف فقط. وشنو هو المال بالنسبه لك؟ مالك تاعك هل هو منا من الله؟
هل المال يعتبر منا من الله؟ ما نقدرش تعرف. فلذلك الآن ربي صحح لنا المال، رؤيتنا للمال لازم تتصحح. رؤية المال الآن، المال تستطيع أن تفعل به أشياء كثيرة، تدخل به الجنة، تحسن به للناس، وتعيش به سعادة كبيرة، وتتمتع به في الحلال كما شئت، مش مشكلة. ونفس هذاك المال لازم تفهم شنو هو. هل هو مالك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشرح لنا دركا، هو يشرح، يقول ابن آدم مالي مالي، دراهمي تاوعي ثروتي، هذه قاعد توعي، أنا خدمتهم، أنا بنيتهم، أنا شريتهم، توعي. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى. هذا وش كاين؟ دراهمك نتايا، دراهمك انت وش عندك؟ شحال عندك؟ 500 مليار. ما عندكش 500 مليار، عندك واش كليت واش لبست برك في الدنيا. الباقي شكون يدوهم؟ الورثة، يدوهم الورثة. تقدر تدي معك مالك. لو كنت تقدر تدي معك مالك نقول لك هذا الحديث احنا نبطلوه درك، نقول لك هذا الحديث هذا ماكش منه، لا لا لا. إذن الآن مالك أنت هو واش راك تاكل، واش راك تشرب، واش راك تلبس، الشيء اللي راك تصرف فيه الآن، هذا هو ماكلة وشراب الآن، وتلبس وتقطع. هذا المال كامل هو تاعك انت. أما الباقي فهو والله لورثتك، والله لورثتك، سيرثه قوم آخرون. الوارث الحقيقي هو من؟ الله. الوارث الحقيقي هو الله. ولذلك ربي عز وجل حب فقط يذكرك، حب يذكرك. وهذا هو التذكير الذي يجعل الإنسان يندفع نحو الإنفاق. الإنفاق حاجة كبيرة، قلت أنا صرفت وتعبت وكذا، ناس راقدة منا، وبعدين نجي نحطهم له في يدهم، بعدين نروح أنا نمدهم للناس. شو نمدهم هكذا ديراكت؟ ما ندي والو. سمانا ننفق هكذا، نعطي لهم الفقراء، نوزع عليهم. سمانا لميت 100 مليار، نروح 2 ملاير ونص نرفدها زكاة، نمدها للفقراء، نعطي لهم هكذا يدوها، يلقاوها خابزة. سما زوج ونص كاع يدوها في 100 مليار. أنا كاع تعبت هذا التعب كاع، وبعد يدوا لي. سما أنت شفت كيفاش تفكر؟ صعيبة. لازم لها قوة إيمانية كبيرة. على ذيك الصدقة برهان. واش دار الله عز وجل هنا؟ واش قالنا؟ قالنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. معناتها الكلمة هذه يقول لك ماشي تاعك، خليتها عندك أمانة هنايا، أنا خليتها عندك. وتصور أنت الآن والله له المثل الأعلى، باش نعاونوا المنفق، نعاونوا الإنسان البخيل يستخرج بخله من جسده، من فؤاده، نعاونوه باش يقدر ينفق ويرتقي إلى درجة الصحابة. هذاك الإنسان اللي الآن راه يفكر كل مادي، لازم له يفهم ما معنى المال عندك أنت الآن. مستودع، أنت عبارة عن إنسان صاحب، يعني عبارة عن إنسان أمين على هذاك المال. ولذلك أتصور لو كان واحد يخلي عندك مبلغ من المال،